دراجي يواصل حماقاته ويتقدم بطلب مثير للسخرية بشأن مواطنه محرز. خرج بوق الكبرانات الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي بتدوين مثير للشفقة قبل ساعات من حفل جوائز الكاف 2023 بمراكش. وقال دراجي في محاولة للتشويش على حفل مراكش: الليلة ستعلن جماهير الكرة في العالم عبر حساباتها قي وسائط التواصل الاجتماعي عن تتويج رياض محرز كأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2023. وتابع الإعلامي المثير للجدل: محرز في حد ذاته جائزة لا يحتاج إلى تتويج زائف دون مصداقية من طرف الهيئة القارية، مردفا: أما من يعلن عن فوزه الليلة فستلاحقه لعنة لاعب فنان تعرض إلى سرقة القرن مع سبق الإصرار والترصد رفقة نادي اتحاد الجزائر المتوج بكأس الكاف وكأس السوبر، لكن وجد نفسه خارج السباق لأنه فريق جزائري. وختم تدوينته البئيس: يرجى نشر هذه الصورة في كل الحسابات على 9:00 بتوقيت مكة المكرمة. المثير للاستغراب أن فخر الدكة، كما يطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه لم يشارك في أبرز المباريات مع مانشستر سيتي السنة الماضية. لم يتم اختياره حتى ضمن قائمة 30 لاعبا مرشحا للفوز بالكرة الذهبية. ورغم ذلك يقوم إعلام الجارة بحملة شعواء لصالحه، الهدف منها التشويش على حفل الكاف على اعتبار أنه منظم بالمغرب، وإن أغلب المرشحين للجوائز الفردية والجماعية عن جدية واستحقاق يمثلون الكرة الوطنية